ورجعنا لكم بعد الفاصل، وخلوني ارحب بضيفي العزيز الاستاذ حموده محمد البلتاجي، واللي ليه قصه في موضوع النصب ده. يعني راجل ضحيه يعني من الاسكندريه، وبيشرفنا النهارده في مين السبب. اهلا بيك استاذ فاضل. حبيبي يا استاذ معتز، ربنا يبارك نورتنا في يا استاذ عمرك. حموده، ربنا يعزك ونورت فندم. البرنامج، ربنا يعزك نورت ويحفظك. القناه كلها. انا بس كنت عايز اعرف، ولو في وقت مختصر شوية، القصة اللي حصلت معاك في انك اشتريت شقة وحصل فيها بعض القصور او بعض العوار القانوني. احكي لي الموضوع جه معاك ازاي اصلا. والله يا فندم انا تعرضت للموضوع دوت، يعني انا مش بعتبره نصب. ليه؟ انا الشقه دي بقالي 10 سنين فيها، يعني 10 سنين مأجرها من محامي معروف لا داعي لذكر اسماء طبعا. واخدها منه ايجار، بعقد ايجار هو اللي قدام مني. الشقه دي صاحبها يعني على ما اعتقد ان هو مش موجود، بره، مش موجود في مصر، يعني بره مصر. المحامي دوت اللي بيقوم بكل اعماله. خد مني، يعني جه في وقت قال لي انا عايز استلم الشقه، قلت له ما فيش مشكله. قال لي عشان احنا بنعرضها للبيع. قلت له والله يا فندم انا لو بتبيع انا اشتري وبما يرضي الله. تمام. قال لي الشقه دي ثمنها قد كده. المهم توصلنا لسعر 5 مليون الا 100. اديته 500,000 جنيه عربون، اداني ورقه بيهم، واتفقنا عشان اجهز له بقيه فلوسه. مبلغ في شهر 4 وباقي المبلغ في شهر 7 أو 8 تقريبا، موجود في الورق. الراجل خد مني العربون واداني ورقه بالعربون. جيت اجهز له الجزء الثاني اللي هو ال 2 مليون جنيه. بجهز له فلوسه، واديني ورقه بال 2 مليون جنيه، او خد الورقه ام 500,000 جنيه واديني ورقه ب 2 مليون ونص. قال لي لا احنا بالكلمه. قلت له ما فيش حاجه اسمها بالكلمه، انا اديت حضرتك 500,000 جنيه اديتني ورقه. حضرتك اطلعت على عقود الشقة ديت؟ انا قاعد في الشقه دي بقالي 10 سنين. قاعد فيها ازاي يعني؟ ايجار. مأجرها اصلا؟ مأجرها من المحامي دوت. من المحامي ده اللي هو صفته ايه في الموضوع؟ اللي انا اعرفه، انا عرفت الشقه دي عن طريق اعلان. الاعلان دوت اتعرفت عليه، اجر لي الشقه بقالي 10 سنين قاعد فيها. متواصل مع المحامي ده. ببعت له الايجار. 10 سنين. يلا بينا بقى، ايه اللي تم بعدها؟ عايز ابيع الشقه. المهم هو عرض ان هو عايز يبيع الشقه. وحضرتك قلت له اشتري. جميل. المهم عشان اجهز له فلوسه، اديته عربون 500,000 جنيه واداني ورقه بيهم. معايا ورقه بيهم. ماشي. اتفقنا على باقي الفلوس في مرحله كذا ومرحله كذا. اقساط الاقساط على مواعيد. طب الجزء الثاني اديهولك عشان خاطر تديني ورقه بيه اضمن فلوسي. الحياه من الموت. تمام. لا انا مش هقدر ادي لك ورقه غير لما تكمل لي فلوسي كلها. طب خلاص يا فندم انا هكمل لك فلوسك كلها. تمام. واعمل لي ورقي كله. تمام. جيت جملت له فلوسه كلها وجبته. تعالى يا فندم فلوسك كلها جاهزه. انا عايز عقد البيع من صاحب الشقه اللي اسمه عدادات الميه والكهرباء. تمام. قال لي لا اصل صاحب الشقه ديت باعها لمراته. الله. قلت له ازاي طيب؟ صاحب الشقه فلان الفلاني انا اعرفه كويس. والراجل بيتصل باتحاد الملاك وبيقول لهم انا ما بعتش. قال لي اصل هو كمان باع لاخته. الله. باع لاخته ولا لمراته؟ قال لي هي دي معاها توكيل ودي معاها عقد بيع. وانت بالنسبه لك اشتريت وخدت برضه ورقه بالفلوس او وانا خدت ورقه بالفلوس وقاعد في الشقه وفي 2 بيطالبوك بقى من الناحيه الثانيه، وفي 2 بيطالبوني من الناحيه الثانيه، وحد ثالث بيطالبني بيقول لي ان هو مشتري الشقه ديت من الكحول. والراجل صاحب الشقه اصلا مش موجود، قاعد في دوله ثانيه. انا مش عارف هو فين. والمحامي بتاعه هو اللي شغال. معايا. وهو اللي عمال يتواصل معايا وبيتفاوض معايا على الامر. دلوقتي انا كده عندي 3 عقود. عقد من الكحول لصاحب اللي هو اللي في قطر اللي باسمه الميه والكهرباء، ما شاء الله. وعقد تاني من اللي هو بره لاخته، وعقد تاني بتوكيل لمراته. وعقد تالت باسم واحده اسمها واحده تانيه جايه بتقول انا الشقه دي بتاعتي وشاريها من الكحول ومعاها توكيل.
انا دلوقتي محطوط في قضيه كده اهوت، كلكم نصابين. طب انا اشتريت من مين؟ طب بص طب دي ما فيهاش ولا انت كنت بتدور على الشقه دي الاول ليك ولعيالك، ولا هو استثمار، ولا هو لا دي شركه، دي مكتب. انا لو ما كنتش الشقه دي مكتب ما كنتش خدتها. يعني مكتب انت عاملها مكتب؟ يعني مكتب لشغلي. يعني انت شاريها لنفسك انت كمكتب ليك انت، مكتب لشغلي، مش انك انت هتبيع وتشتري وتتاجر. لا يا فندم، لا لا تمام. انا واخد الشقه ديت لشغلي، شركتي. انا عندي شركه صغيره، شركه نقل ركاب، واخد الشقه ديت استثمار لشغلي، ان انا مكتبي بدل بقالي 10 سنين قاعد فيها اذا ما انا قعدت الفتره دي كلها، فانا قلت خلاص اذا هم الناس بتبيع انا اشتري. طب انت المبلغ اللي انت دفعته، معلش، المبلغ المقدم اللي انت دفعته، انت دفعته كاش ولا تحويل بنكي؟ طبعا كاش. رافض ياخد اي فلوس في تحويلات بنكيه. كاش؟ واداك ورقه بيهم كده وخلاص؟ اداني ورقه بيهم، والورقه معايا. اللي اداك الورقه بقى الراجل صاحب الملك، ولا كحول، ولا السمسار، ولا المحامي، ولا مين في الناس دي كلها؟ المحامي اللي انا مأجر منه من 10 سنين، اللي هو وكيلا عن صاحب الشقه. اللي هو وكيلا عن صاحب الشقه.